السلام عليكم. فيديو اليوم إن شاء الله حسوي معاكم طريقة التطلي أو الكاسترد. يلا نشوف طريقة التحضير والمقادير. عندي هنا مقادير الكاسترد أو التطلي. حنحتاج هنا 3 ملاعق كبيرة من الكاسترد اللي بستخدمه أنا هذا النوع. الملعقة الكبيرة اللي هي ملعقة الطعام اللي بدا الشكل. عندي هنا لتر من الحليب، وعندي هنا نكهة الموز. نكهة الموز اختيارية، اللي يحب يضيفها يضيفها، اللي ما يحب يضيفها لا يضيفها. نكهة الموز نضيف منها غطاية واحدة، الغطاية الصغيرة حقت نكهة الموز هذه نعبيها ونضيفها في الأخير، اختيارية زي ما تحبوا. أول شي راح ناخد كده عندنا طشت أو شي بولة كده صغيرة. ناخد أول شي الحليب، لتر الحليب كامل، طبعا كامل الدسم، ممكن قليل الدسم زي ما تحبوا. لازم اول شي نخلطه على البارد، بعدين نحطه على النار. راح احط هذا 3 ملاعق كاسترد. عندي هنا مضرب. المضرب استخدموا البلاستيك علشان لا يسوي لكم فتافيت صودا كده من القدر لما نحطه في القدر، علشان لا يطلع لنا يعني لا يسوي لنا فتافيت القدر في الكاسترد. لازم يكون عندك المضرب اللي زي كده بلاستيك. بس نقلبه مظبوط. الموز اخر شيء، اللي يحب يضيفه يضيفه، اللي ما يحب يسيبه ساده يسيبه ساده ممكن. دحين راح اضيف عليه نص كاسه سكر. عفوا نسيت ما ذكرتها مع المقادير، انا حسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. طبعا السكر على حسب الرغبه، انا ضفت نص كاسه زي كده، الكاسه اللي زي كده ضفت نصها. ممكن تزودوا ممكن تقللوا، الحلا على حسب الرغبه. حستمر بالتحريك علين يدوب عندي السكر. هاخد قدر واشغل النار دحين بعد ما قلبته هنا. ابدا اصبه في القدر. لازم نقلبه على البارد علشان لا يكتل لنا. ونستمر في التحريك، نستمر نقلبه علين يبدا يصير كتيف. ما نوقف التقليب نهائيا، نقلب باستمرار على نار وسط. دحين بعد ما بدأ يتقل معايا هستمر اقلب بديه، بعدين ابدأ اقلب بالملعقة الخشب. اشيل المضرب، استخدم ملعقة خشب في التقليب ده الشكل. استمر علين يبدأ يصير كتيف. خلاص هنا في المرحلة الأخيرة أرجع برد وأقلبه بالمضرب، أتأكد إنه ما في له ولا كتل ولا شيء، يصير كريمي بدا الشكل. خلاص وأطفي عليه. خلاص بعد ما صار جاهز عندي هبدأ أحطه في صحون التقديم أو زبديات بدا الشكل بزاز. أو ممكن تحطوه في صحون لها غطايا. أنا هذه بس أسيبها شوية برا كده تبرد، بعدين أغطيها بالبلاستيك الغذائي وأحطها في الثلاجة. طبعا لازم نسيبه في الثلاجة لمدة 3 ساعات. إذا مستعجلة عليه حطيه لمدة ساعة ونص في الفريزر، يصير جاهز على طول على وقت الغداء. خلاص نستمر بدا الشكل على نعبيها كلها.
هذا الشكل النهائي للكاسترد أو التطلي. أتمنى تجربوا الوصفة، ممكن تزينوه بشوية فستق من فوق زي ما تحبوا. أتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم إن شاء الله، ولا تنسوا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبألف عافية.